السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا مع قناة أم أنس لكل ست بيت والأحلى الوصفات. إن شاء الله هنعمل مع بعض دلوقتي الكبدة الاسكندراني أو الكبدة أم فلفل. أنا معايا نص كيلو كبدة قطع صغيرة، معايا ربع كيلو فلفل أخضر مقطعاه قطع صغيرة برضو، توم مفروم، ملح، كمون، فلفل أسمر، بصل بودر وتوم بودر. أول حاجة هعملها دلوقتي إن أنا هنزل التوم على 4 معالق من الزيت في الحلة، احط عليها الثوم يتشوح وبنزل عليهم بالكبده وبعد كده التوابل، وفي الاخر خالص بنزل بالفلفل الاخضر. كده الثوم انا حطيتها على النار زي ما انتم شايفينها كده، هتبتدي انها تصفر معايا، هنزل عليها بالكبده على طول. كده انا الثومه بدات ان هي تحمر معايا، هنزل عليها بالكبده على طول، اقلب برضو. انا دلوقتي هنا بعملها بالثوم مش بالبصل، بالثوم بيبقى طعمها احلى، بتبقى جميله زي اللي بتشتريها من بره، بس طبعا دي انضف وبايديك انت اللي عاملاها وغسلاها كويس. طبعا قبل ما اعملها غسلتها بخل وليمون، شطفتها كويس. كده انا بقلبها في الثوم وهسيبها طبعا ان هي تبتدي تتدبل، الكبده تدبل مع الثومه وتتشوح معاها، تكمل تشويحها مع الثوم. وبعد كده هنزل بالتوابل، بس انا محتاجه ان انا اشوحها بالثوم الاول شويه علشان تدي طعمها اكتر، تبقى حلوه ولذيذه وتعجبنا كلنا ان شاء الله. كده انا شوحتها شويه في الثوم والزيت. هنزل بقى بالتوابل دلوقتي كلها كده، بالشكل ده. وطبعا برضو هقلب برضو كل بعضه، وهزود بقى الميه سنه صغيره كده، سنه صغيره يعني معلقه بمعلقه لحد ما احس انها داخله على سوا. طبعا الكبده ما بتاخدش وقت طبعا، واول ما احس انها قربت تستوي هنزل عليها بالفلفل علشان يفضل بنفس شكله الاخضر، ويفضل شكله حلو وما يفقدش القيمه الغذائيه بتاعته في السوا. كده انا هتابعها معلقه ميه بمعلقه ميه لحد ما احس انها قربت انها تستوي، وبعد كده هنزل بالفلفل. كده انا حطيت الفلفل الرومي، هقلبه بس تقلبتين كده على النار، وهشيله وهو لسه بلونه الاخضر ده، مش هسيبه لحد ما يدبل وفايدته تروح. انا كده خلصت الكبده، عملت السندوتشات ممكن بالفينو وممكن بالعيش البلدي برضو ناكلها عادي. وده شكل طبق الكبده بعد ما عملته. الفلفل زي ما قلت لكم زي ما هو بلونه الاخضر وبقيمته الغذائيه. ودي الطحينه اللي انا عملتها من العيش الشامي والطحينه الخام. ودي كده بتكون اكلتي النهارده. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والتعليق والاشتراك وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.